ثلاثة ديال الوصفات مصوبين بدقيق الذرة أو سميدة الذرة. غادي نشوفوا معايا الخبز بالذرة، غادي نشوفوا معايا كوب كيك بالذرة، وكذلك بانكيك بالذرة. كلها وصفات سهلة ورائعة غتنفعكم شهر رمضان كريم. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقة التحضير ديالها والمقادير اللي غتوجدوهم دائما بصندوق الوصف باسفل الفيديو. مرحبا بكم معايا كاملين على مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هند، يلا نبداو. بانكيك ديال الذره اللي كنقترح عليكم اليوم كيجي خليط ما بين البغرير والبانكيك. صراحه المذاق ديالو حتى القوام ديالو كيجي رائع بزاف وغينفعكم بزاف للناس اللي ما كيتبعوا حميه غذائيه بدون جلوتين. وصراحه ماشي دائما تيصدق ليا البغرير بدون جلوتين، هاد الوصفه كتجي ما بيناتهم، ما بين البغرير والبانكيك، وكيجي المذاق ديالها رائع وتيجي رطب وهشيش. فبقاو معايا حتى الاخير. المقادير بالضبط غتلقاوهم بصندوق الوصف باسفل الفيديو. غادي نحتاج لهاد الدقيق بدون جلوتين، غادي نحتاج السميده ديال الذره. هنا مستعمله البولينتا، كيعجبني المذاق ديالها وكيعجبني حتى القوام ديالها، فهي تتكون رقيقه شويه اكثر على السميده العاديه ديال الذره ديال العاديه. فغناخد الخلاط الكهربائي ديالي وغنحط فيه السوائل، الماء، حبه ديال البيض، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، ساشي ديال الزهر، ممكن تنسموه بالفانيلا، بقشور الحامض اللي بغيتو. غادي ندير شويه الملح وغادي نبدا نضيف من بعد النواشف اللي هما دقيق وكذلك السميده ديال الذره. بالنسبه للدقيق هنايا فممكن تديروا حتى الدقيق العادي. بالنسبه للناس اللي تياكلوا الجلوتين ممكن ديروا في بلاصه مثلا الدقيق هذا بدون جلوتين ديروا دقيق عادي ديالكم، وديروه في بلاصه السميده العاديه، السميده هذه ديال الذره، باش تبدلوا. وحتى المذاق ديالها كيجي صراحه لذيذ بزاف على البغرير العادي، هذه تجي شويه في المذاق احسن بالنسبه للناس يبغاو يبدلوا شويه على البغرير العادي وهما كياخذوا الجلوتين. غادي نطحنها في الخلاط الكهربائي لمده ديال 2 دقائق. بالنسبه ليا هنا الدقيق درتو على 2 ديال المراحل هكا باش نتحكم في القوام وحتى في يعني حتى الخلاط الكهربائي ما نعرف حتى الماء وكل شيء. فالماء هنا خديت تقريبا 260 ملل من الماء. من بعد غنحطها في اناء، غنغطيها وغنخليها ترتاح ما بين ساعه حتى لساعه ونصف. منين تتخمر لينا هاد الخليط ديال البانكيك غادي نخلطوها مزيان قبل ما نبداو نطيبوا فيها في مقلاة. ضروري من هاد العمليه. وكناخذوا المقلاة ديالنا وتنبداو نطيبوا في البانكيكس ديال الذره. كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ بزاف ورطبين وهشاش. وهاد الوصفه غادا تنفعكم اكيد للشهر ديال رمضان الكريم. من بعد غادي نرافقوا بالزبده والعسل وبالصحه والراحه. الا جربتوا هاد الوصفه فقولوا لي كيفاش جاتكم، لانها فعلا زوينه بزاف ولذيذه في المذاق، يعني لا علاقه لها مع المذاق ديال البغرير اللي تيكون عادي، وهي ماشي بغرير، فهي ما بين البغرير والبانكيك. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال البانكيك بالذره. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي كنقترح عليكم ديال الكوب كيك بالسميده ديال الذره وكذلك جوز الهند. هاد الكوب كيكس كيجيو لذاذ بزاف حتى هما وسهلين في التحضير. غادي ناخذ اناء غادي نحط فيه بيضه وحده. هاد المقادير اللي غنعطيكم غيخرجوا لكم 6 ديال لي كوب كيكس، فلا بغيتو اكثر ضعفوا المقادير. دونك حبه ديال البيض وحده، واحد 80 غرام ديال السكر، ممكن تعوضوها بالعسل اولا بسكر الاخر العادي ديال السكر الصحي. غادي ندير نصف كاس ديال زيت الزيتون، نصف كاس ديال الحليب، وغادي نخلط مزيان هاد المقادير. من بعد غادي نضيف قشور ديال الحامض اولا الليمون، ممكن تنسموه عاوتاني باش ما بغيتو، ولكن دائما الذره كيتواتى بزاف معاه المذاق ديال الحموضه، الا كانت سواء كان البرتقال اولا الليمون، فبجوج تيجيو لذاذ بزاف مع سميده ديال الذره. فهاد الوصفه كتجي ما بين
تتجي بحال البسبوسه العاديه، ولكن الذره راه عنده مذاق، فدائما تعطي المذاق ديالو كيزيد يلذذ. يعني هو المذاق ديال الذره لذيذ فكيلذذ الوصفه اكثر. فالقوام ديالها غادي يجي بحال البسبوسه وهما على شكل كوب كيكس. من بعد ضفت سميدة الذرة وضفت جوز الهند. المقادير بالضبط غتلقاوهم بصندوق الوصف بأسفل الفيديو. اخر حاجه هي خميره الحلوى، ممكن تعوضوها بالبيكنج صودا بوحدها، ماشي بالضروره تخلطوهم بجوج. في هاد الوصفات كاملين كنت باغا ندير فقط البيكنج صودا، صراحه تبقى اختيار صحي اكثر على الخميره الحلويات. ما لقيتهاش عندي في الدار، لقيتها سالات فاستعملت الخميره ديال الحلويات. غناخذ الاناء اولا الطاوه اللي تدخل الفران ديال لي كوب كيكس، غنحط فيها لي كيسات وغنبدا نعمرها بهذا القوام. هنايا كيما شفتوا معايا راه السميده تتشرب داك كاع دوك السوائل اللي تديروا فيها. غنزينها هنايا باللوز افيلي، كيما ممكن تخليوهم غير هكاك وطيبوهم ومن بعد حتى تخرجوهم عاد تزينوهم بالمربى والكوك. كيجيو رطبين بزاف، كيجيو رائعين، لذاذ وزوينين بزاف للشهر ديال رمضان الكريم. حتى هما ممكن تاخذوهم في السحور. بالنسبه للوصفه الاخيره اللي كنقترح لكم، اللي سهله بزاف وكتجي لذيذه، ديال هذا الخبز بدون جلوتين بالذره. المقادير بسيطه جدا وسهله ونباتيه. فغادي ناخذ هنا واحد 150 غرام ديال دقيق الذره. هنا غناخذوا الدقيق ماشي سميده. فغادي نزيد عليها واحد 35 غرام ديال الحبوب ديال القطونه اولا بسيليوم هوسك، وغادي نضيف من بعد ملح شويه ديال يعني واحد نصف معلقه صغيره حتى المعلقه صغيره ديال يا اما بيكين باودر اولا بيكين اوف صودا، نتوما اختاروا اللي بغيتو. صراحه كنت غندير بيكين اوف صودا ولكن ما لقيتهاش عندي باقه في الدار فدرت البيكين باودر. غادي ناخذ كذلك تقريبا واحد 260 مليلتر من الماء. غادي نضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وشويه ديال الخل، واحد معلقه كبيره ديال الخل، هنا مستعمله خل تفاح. الملح كذلك. الماء يكون دافي ما يكونش بارد، يعني ما يكونش سخون بزاف، يكون بين وبين، يكون سخون شويه. وغنجمع العجين ديالي. بالنسبه لهاد الكميه غتعطيكم 4 ديال الخبيزات صغيورين، فإلا بغيتوا اكثر فضعفوا المقادير، خصوصا الا كنتو مثلا بغيتوا تحطوهم في وقت ديال الفطور معمرين بشي حاجه من الداخل، فنضاعفوا المقادير باش يعطيكم كميه اكثر. هذا الخبز صالح مثلا للساندويتشات اولا تعمروه في بلاصه المخمار اولا البطبوط. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم المخمار محطوط في الفطور معمر، فهاد الوصفه اولا هاد الخبيزات غادي ينفعوكم وغادي يجيو في بلاصه هادوك المخمرات. كيجي رطب، كيجي لذيذ بزاف، والمذاق ديالو ما كيبانش تماما انه مصوب بالذره، فالمذاق ديالو كيجي مغاير. دونك تنجمع العجين، كنفرق العجينه ديالي اولا الكويرات ديالنا ديال الخبز بحال هكا. فالكميه كما شفتوا عطاتني 4 ديال الخبيزات صغيورين. غنديرهم في اللاطه، ما غنخليهم لا يخمروا لا والو، غادا نطيبهم في الحين فرن مسخن على درجه حراره 170 حتى 180، والمده تقريبا 30 حتى 35 دقيقه. وكيوجدوا لينا الخبيزات ديالنا بالذره. هنايا عاوتاني درتهم في دقيق الذره، فنتهم في الدقيق ديال الذره قبل ما ندخلهم للفرن. كما قلت لكم راه ما تسنيتش عليهم لا يخمروا لا والو، في الحين صوبتهم وفي الحين طيبتهم.
وهادو هما الخبيزات ديالنا ملي تيخرجوا من الفرن كيجيو لذاذ بزاف وسهلين وعمليين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت ولا ما موجدينش العجينه من قبل ديال اي نوع ديال العجينه. فهادو ما كيحتاجوش صراحه الوقت بزاف، كما شفتوا معايا طريقه سهله بزاف، كيجيو رطبين وهشاش بزاف وحتى المقادير قلال كما شفتوا معايا. هادو هما الوصفات بثلاثه ديال مصوبين بالذره. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم هذا الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم، الناس اللي متبعين وصفات صحيه. نلتقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير وتهلاو في صحتكم، والسلام عليكم.